في النهاية رئيس تبون يستقبل اتصال من مستشار ترامب، ولكن ليس أي كان يعني مستشار وسهر ترامب. وهناك قضية الصحراء الغربية التي هو المكلف بملفها وترعى المفاوضات الولايات المتحدة. ليست براغماتية هذه كذلك يعني. ربما ترامب هذا بين قوسين هذا اللي يتصرف بهذه التصرفات قدوة يكون مع الطرح المغربي ويعلن. كيفاش يكون مع الطرح المغربي وهو مع الطرح المغربي يا ابو طلال يا حفلاوي يقول يعني؟ لا معليش، لا تنفيذا هو قولا مع الطرح المغربي، ولكن قدوة يخرج لنا خرجه قال خلاص هي ردوا قراوشكم هذه القضيه راه المغاربيه، وقدوة قوات امريكيه تجينا هنا نحصلوا كاع في الامور هذه. ربما ترامب هذا بين قوسين هذا اللي يتصرف بهذه التصرفات قدوة يكون مع الطرح المغربي ويعلن. كيفاش يكون مع الطرح المغربي وهو مع الطرح المغربي يا ابو طلال يا حفلاوي يقول يعني؟ لا معليش، لا تنفيذا هو قولا مع الطرح المغربي، ولكن قدوة يخرج لنا خرجه قال خلاص هي ردوا قراوشكم هذه القضيه راه المغاربيه، وقدوة قوات امريكيه تجينا هنا نحصلوا كاع في الامور هذه. السياسه الخارجيه في يد الرئيس، انت كنت تقول لا ليعبر الموقف شنقريحه، ولكن اذا جد الجد يعني، واذا فهم الكلام انه المقصود من كلام شنقريحه انه امريكا تتجاوز القانون الدولي، يعني ما توقعاتك كيف يستقبل ذلك في من قبل ترامب اللي انت تقول هذا يجب تجنبه؟ سيد راهو يخوف كما كنت تقول. في الثمانينات لم تكن الجزائر في افضل احوالها، البترول كان برخص تراب، ومع ذلك الرصيد الرمزي نتاع الجزائر كان خلى عندها طموح انها توقف الحرب بين العراق وايران. كان عندها استثمار في راس مالها الرمزي، كانت تريد ان تلعب دور الوساطه، وحتى مع الولايات المتحده الامريكيه كانت تلعب دور الوساطه. احنا عندنا راس مال رمزي كان يمكن ان نستغله، وكان يمكن ان نستغله بطريقه احكم، بطريقه افضل، وان نقدم صوره اجمل عن انفسنا. من النهار الاول قال احنا مع القانون الدولي، ندين الاعتداء بوضوح على ايران، وندين الضربات الايرانيه على الخليج تمسكا بالقانون الدولي، ونطرح انفسنا جزءا من جهود اعاده احلال السلام. وكان الامريكيون بالمناسبه ليرحبوا بذلك، وكان الإيرانيون ليرحبوا بذلك، لأننا محط ثقة الإيرانيين. الإيرانيين ما عندهمش مشاكل معنا، الأمريكيين أيضا جروسو مودو ما عندهمش مشاكل معنا. كان يمكن أن نطرح أنفسنا في هذه المرحلة كجزء من إعادة جهود السلام، لكن المجموعة اللي تحكم حاليا لا تفهم الواقع الدولي بكل تعقيداته. المجموعة الحالية يعتقدون أنه العلاقة مع مسعد بولس مستشار ترامب، مع أنه أيضا في هناك براغماتية كما تقول مجلة الجيش. يعني في النهاية رئيس تبون يستقبل اتصال من مستشار ترامب، ولكن ليس أي كان يعني مستشار وسهر ترامب. وهناك قضية الصحراء الغربية التي هو المكلف بملفها وترعى المفاوضات الولايات المتحدة. ليست براغماتية هذه كذلك يعني؟ البراغماتية فقط فكرتني على سيرة البراغماتية التي استخدمتها مجلة الجيش. لا يجوز في عالم العسكريين تستخدم كلمة براغماتية إلا في حالة واحدة، فيما يسمى اقتصاد القوى، يعني محاولة تحقيق الهدف العسكري بأقل قدر من النتائج. أما بالنسبة للعقائد العسكرية لا توجد عقيدة عسكرية اسمها البراغماتية، لأنه العسكري ليس براغماتي. العسكري تحدد له الخصم سوف يقوم بتدميره. العسكري لا يعرف أن يساوم، لا يعرف أن يفاوض، العسكري يعرف أن يحارب. والبراغماتية نقيض الحرب لأنها قائمة على المساومة والمفاضلة. وطبعا كان في إشارة للمبادئ كذلك في افتتاحية مجلة الجيش. حفلاوي يقول تفضل، ما ردك على أبو طالب شبوب؟ كان يقول لك مرحبا بك في المعارضة الآن. والله معليش، انا اثار نقطه مهمه جدا. ما تنساش باللي قضيه الصحراء الغربيه قضيه مهمه بالنسبه للجزائر، قضيه تقرير المصير، وقضيه الدوله. كل الشعب والسلطه متفقون على ان قضيه الصحراء الغربيه هي قضيه استعمار مغربي، ومسعد بولس هو اللي شاد القضيه. وما تنساش باللي الولايات المتحده الامريكيه حاولت مرات ربما ان تجاري ربما الطرح المغربي في هذه القضيه. واذا كان ادن ديريكتور الولايات المتحده الامريكيه وقال راه اعتداء على ايران وعلى اعتداء على سياسه الدوله، هذه ثاني راهي مهمه جدا، قدوه في الموقف الامريكي، والذي ربما ترامب هذا بين قوسين هذا اللي راه يتصرف بهذه التصرفات قدوه يكون مع الطرح المغربي ويعلن. كيفاش يكون مع الطرح المغربي وهو مع الطرح المغربي يا ابو طلال يا حفلاوي يقول يعني؟ لا معليش، لا تنفيذا هو قولا
مع الطرح المغربي، ولكن قدوه يخرج لنا خرجه قال خلاص هي رفدوا قراوشكم هذه القضيه راه المغاربيه، وقدوه قوات امريكيه تجينا هنا نحصلوا كاع في الامور هذه. هذه القضيه اليوم هي ليست قضيه انه الجزائر تعلن عن موقفها الرسمي من الحرب الامريكيه الاسرائيليه ضد ايران، وانما هناك ربما بعض الوجهات النظر المتقاربه من خلال ادانه ايران بشكل بسيط وادانه العدوان الامريكي الصهيوني على ايران. هذه هي كما طيب، ولكن ربطا بايران وقضيه الصحراء الغربيه طبعا لافت انه فيه دفع طبعا في الجزائر تقول اللوبيات معروفه هي تدفع في محاوله ربط البوليساريو بايران كذلك في نفس السياق في سياق هذه الحرب على ايران. احنا شفناها في المره اللي فاتت في قضيه الموقف الفرنسي من دعوه حركه الماك الى اعلان الدوله القبائليه المستقله، ولولا ربما بعض التحركات التي قامت بها الجزائر لكانت فرنسا قد سمحت لجماعه الماك باعلان عن قيام الدوله، وكانت رايحه دير لنا الشونتاج لانها كاين الكثير من الدول من بينها دويله اسرائيل كانت رايحه تعترف بهذا المكون كدوله القبائل في الجزائر. هذه اليوم راهي قضيه مصيريه في بعض الامور على الاقل ينظر اليها على انها قضيه ليست بالتصريحات فقط او بالاندفاع، ولكن اليوم راهي حسابات كما قلت. حسابات والتصريحات ما هو التصريح المرجع؟ ما هو التصريح؟ تصريح شنقريحه ولا تصريح عطاف بيان الرئاسه؟ انا نقول لك شوف، انا نقول لك الموقف تاعنا اللي في جامعه الدول العربيه وموقف عطاف هذا ماهوش موقف، الموقف تاعنا الرسمي ما قاله شنقريحه، لان شنقريحه هو ممثل الدوله، هو نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش الوطني الشعبي. يعني ليس موقف عطاف بالمناسبه قال موقف هذا الموقف موقف الرئيس كذلك، موقف الرئيس تبون. موقف الرئيس نعم، ولكن كاينه حاجه كي نقولوا على في جامعه الدول العربيه ممكن قال عطاف قال زوج كلمات ولا ثلاثه والسلام عليكم. اما الموقف هو الموقف ماذا عن موقف تبون اللي قال باللي اللي يمس السعوديه يمسنا واللي يمس دول الخليج يمسنا؟ يعني قلت لك هذاك راه تصريح ظرفي قالوا في قضيه جامعه الدول العربيه منين جمعت حول المساله الفلسطينيه وقالوا نحضروا ونديروا ونخدموا. هذا موقف ظرفي جاء فيه ظرف ليس موقف ظرفي على ما اعتقد. هذا اخر تصريح ابو طالب شبوب، هذا اخر تصريح في الحوار الاخير لتبون، ليس كذلك يعني قبل في فيفري فقط يعني قبل الحرب يعني. يا جمال، اهم نقطه الان قالها لنا حفناوي انه الكلام تاع عطاف في جامعه الدول العربيه تعقب وقت ريح مع الجماعه قال لهم كلام يعجبهم. الموقف موقف شنقريحه. الحقيقه موقف شنقريحه، احنا دوله عسكريه ماناش دوله مدنيه الحاج. طبعا، ولكن الموقف حتى موقف شنقريحه يعني الكلام عن دول الجنوب يعني عندما جد الجد المفروض تجمع دول الجنوب على اساس انه لمواجهه امريكا، كان مجموعه البريكس لم تدين العدوان الاسرائيلي الامريكي على ايران، ومجموعه البريكس لم تنضم لها الى الجزائر رغم مساعي حينها وتصريحات خطيره لتبون عن التخلي عن الدولار والمراهنه على صديق الانسانيه صديق الجميع بوتين وعلى حكيم الصين الرئيس الصيني وغيرها يعني. والله مأساة يا جمال انه لدينا رئيس قاعد يتعلم في الدبلوماسيه في روسليتام، يعني استهل عهداته الرئاسيه بكلام كبير. الدولة الإقليمية وما عدا ربي ما كانش اللي يخوفنا، ومن بعد ولا يقول لهم سياسة ما فيهاش جنة ونار وفيها مناطق رمادية والسياسة طيب 6 سنين حكم باش بدا يتفهم. رجاء ضيعت علينا 6 سنوات من الحكم، حاول الآن بأنك ما فهمت، لأنك حتى في اللحظة الحالية ماكش فاهم، ماكش مستوعب أبعاد القرار في اللحظة الحالية. رجاء انت ما تفهمش في الشؤون الخارجيه، ما تفهمش في الدبلوماسيه، كما ما تفهمش في باقي الملفات للاسف، يعني مضطرين نقولوه. على الاقل جيب محترفين دبلوماسيه، الجزائر عندها ادمغه وعندها محترفين وعندها دبلوماسيين، خليهم هم يصوغوا الموقف الدبلوماسي وتفضل انت. يعني عطاف ليس يعني رجل استنجد به من اسمع كلامك ربما وردك حفناوي يقول المفروض دبلوماسيه عطاف، يعني دبلوماسي قديم مخضرم من التسعينات، اما انه في النهايه القرار الدبلوماسي السياسه الخارجيه في يد الرئيس. انت كنت تقول لا ليعبر الموقف شنقريحه، ولكن اذا جد الجد يعني واذا فهم الكلام انه المقصود من كلام شنقريحه انه امريكا تتجاوز القانون الدولي، يعني ما توقعاتك كيف يستقبل ذلك من قبل ترامب اللي انت تقول هذا يجب تجنبه
سيد راهو يخوف كما كنت تقول. حفناوي يقول نعم. تفضل. لم اسمع السؤال جيد. السؤال كان بطالب شبوك كان يتحدث عن التبون انه ليس متمرس في الدبلوماسيه، المفروض يخلي الدبلوماسيه متمرسين. كنت اقول له انه المفروض من يقود الدبلوماسيه هو عطاف، رجل عنده خبره في الدبلوماسيه، ولكن في النهايه القرار كما كان يقول ابو طالب شبوك في السياسه الخارجيه هو قرار الرئيس في الجزائر. انت كنت تقول لي عبر عن الموقف هو شنقريحه. شنقريحه اذا كان الكلام تاعو واضح والمقصود بانه من لا يحترم القانون الدولي ويختار التدخلات العسكريه هي امريكا، يعني هل كيف يمكن استقبال هذا الموقف من قبل ترامب وادارته؟ ترامب اللي انت كنت تقول يخوف ويجب تجنبه. شوف، نحن نعرف ان الدستور صريح بان الذي ربما عنده السياسه الخارجيه وهو رئيس الجمهوريه، هو الانسان اللي ممكن لو كان يقول تصريح ولا حاجه هو رئيس الجمهوريه. ولكن احنا كما قلنا في قضيه القمه التي جرت في قمه جامعه الدول العربيه، ان شفنا الفشل الكبير، فشل دبلوماسي في الكثير من المواقع، وشفنا تصريحات وزير الخارجيه عطاف في كثير من المواقع، ليس قضيه فقط ايران او قضيه لبنانيه، ولكن قضايا كبيره. ولكن عندما يتكلم مثلا شنقريحه وهو كما قلت نائب وزير الدفاع، شنقريحه ليس ناطقا رسميا باسم الرئيس او باسم رئاسه الجمهوريه، ولكن هذا التصريح رانا نشوفه فيه اليوم بانه هو تصريح الحكومه الجزائريه وهو الموقف الرسمي لرئاسه الجمهوريه. تصريح كيف الموقف الرسمي؟ شنقريحه وزير منتدب، وكانت المناسبه في مناسبه عيد والتقى القيادات العسكريه لتهنئه بمناسبه العيد، ثم عطاف كان يقول انه يعبر عن موقف الرئيس تبون. يعني هل عطاف الذي تنتقد موقفه وما يقوم به، هل عطاف القرار قرار ومنه قرار تبون في النهايه؟ لا، ربما لا يعرف، ربما لم يعرف كيف يصرح في هذا الموقف، ولكن تصريح، انا ارى ان تصريح شنقريحه هو تصريح الدوله الجزائريه. يعني مش عطاف والا الرئيس تبون. ماهوش عطاف، لان عطاف عندما يصرح في جامعه الدول العربيه وكأن شيئا لم يحدث، هذا لقاء ظرفي في موقف الدول العربيه بالعدوان على ايران، وكان كما حتى حاجه عابره نسموها. حاجه عابره. ابو طالب شبوب ما رايك؟ حفناوي يقول يصر انه الموقف هو موقف شنقريحه. يعني هو اخونا حفناوي يتحدث على ان الموقف الرسمي لا يعبر عنه وزير الخارجيه اللي من ضمن صلاحياته التعبير عن الموقف الرسمي، ولم يعبر. وهو يقول نفسه معذره في الكلمه تاعو، قال بانه انا اعبر هذا موقف الرئيس تبون. نعم قال انه هذا موقف الرئيس تبون، وفي نفس الوقت انه شنقريحه يعبر عن الموقف الرسمي، وهو ايضا يقول انه مواقفه هي مواقف الرئيس تبون، لانه في الترتيب الاداري هو وزيره. يعني شنقريحه اداريا هو وزير منتدب لدى وزير الدفاع، يعني شنقريحه مرؤوس لتبون، فمواقفه هي مواقف تبون. طيب تبون يقول شنقريحه كلام ونقول العطاف كلام واحد اخر، ولا يعني اذا كان هذا القول صحيحا فهذا معناه انه البلاد ضايعه، وانه يجب ان نعيد تنظيمها بطريقه تضمن خروج مواقف متسقه مع نفسها وتضمن الحد الادنى من الاحترام لتاريخ الدبلوماسيه الجزائريه. شكرا لك ابو طالب شبوب، الشكر كذلك لحفناوي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء.